خليني كده اعمل لك تيست على السريع. انك لو ضفت بوكس عندك وضفت فيه كذا سبين بالشكل ده، ومثلا عايز لما تجيب الماوس على كلمه على طول باقي الكلام يعمل عليه بلور. والحلو كمان ان فكرتها بسيطه، مش مصدقني؟ طب تعالى شوف. فطبعا كالعاده هتفكر مع نفسك وتقول فهتقولي استنى انا جات لي الفكره. ماشي، انا استنيت، وريني بقى. فهتقولي بقى إن هي بكل بساطيه ايه ده؟ هو انت سألت الكلمه بتاعتي؟ طب ماشي، كمل. ان احنا نروح على السي اس اس ونقول له روح على البوكس، ولو حصل هوفر على السبين اعمل عليها بلور. بص عشان ما احبطكش، اللي انت عملته ده وحش جدا، بس قصدي يعني انك لو جربت دلوقتي هتلاقيها غريبه جدا. هو لو الماوس جبتها على السبين نفسها بيعمل بلور. احنا عايزين العكس، الكلمه يجيب عليها الماوس ما يحصلش عليها بلور على عكس الباقي. وما تقلقش، فكرتها بسيطه اكتر من حياتك. فاعمل سيف للفيديو وركز معايا. فهنقول له بكل بساطيه لو البوكس بيحتوي على سبين بس بشرط يكون معمول عليها هوبر، فهتعمل سيلكت للسبين وتعملها بلور. فدلوقتي لو جينا نجرب وجبنا الماوس على السبين، فعلى طول يعمل بلور عليهم كلهم. واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين يعمل عليهم كلهم بلور ما عدا اللي احنا اصلا جايبين عليها الماوس. فانت هتقولي طب ازاي نعملها؟ ما تقلقش هقول لك، بس عشان نعمل الموضوع ده لازم تكون فاكر السلكتور اللي اسمها نوت اللي شرحناها بالفيديو اللي فات. هو انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس انا اصلا مش عامل لك فولو. فالمهم اللي هنقوله بكل بساطيه ان هو اعمل بلور على السبين بس بشرط ما يكونش جايبين عليها الماوس. فاخيرا هيشتغل معاك بالشكل ده.